اسهل واسرع الوصفات اللي ممكن تعملوها صينيه لحمه بالخضار، صحيه وما بتاخدش وقت خالص على النار، وخصوصا لو حضرتك مستعجله. هننزل في الطاسه على النار بشويه زيت زيتون او نبات عادي او سمنه براحتك، بس احنا قلنا صحيه. يفضل نقطع اللحمه وسط او صغير عشان تستوي بسرعه، ويفضل برضو تكون فيها نسبه دهون زي كده. ونديها صدمه بعد الطاسه ما تسخن جدا عشان اللحمه تحتفظ بالسوائل اللي فيها وما تبقاش ناشفه. وبعد كده هنجيب اي كميه خضار على حسب عدد الاسره ونقطعه بالشكل ده، ولو بتحب التوم ضيفي فصين 3 هيعلي التيست. وهنبهر الخضار بالبهارات اللي قدامكم على الشاشة دي، ونخلط كويس جدا عشان الطعم كله يبقى واحد، متبقاش حتة ملح وحتة عدب. وهننزل باللحمة اللي اديناها صدمة من شوية ونغطيها بفويل. ملحوظة وانت بتغطي اللحمة بالفويل، خلي بالك الناحية اللي بتلمع خليها تحت في البايركس او الطاجن، لان بيعكس الحرارة. دي ملحوظة مهمة خلي بالكم منها. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما حطيناش ولا نقطة مية، هنكتفي بالسوائل اللي في الخضار. خلاص هندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 من 20 ل 30 دقيقة. وبعد كده بنشيل الفويل وندي الخضار لون من فوق، وبالعافية عليكم جربوها وخلوا السعادة عادة. سلام.